السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج حوارات. حلقتنا اليوم ستكون بمناسبة أسبوع سلامة الأدوية الذي نظم خلال الأيام الماضية، ونستضيف للحديث عن هذا الموضوع سنستضيف السيد صالح إدريس نور، ممثل الهيئة العامة لرقابة الأدوية وأيضا أخصائي فحص الأدوية بوزارة الصحة. أهلا بك أستاذ صالح في استوديوهات برنامج حوارات لليوم. شكرا لكم على الاستضافة. شكرا. طيب أستاذ صالح، في الأول أقمتم في الأيام الماضية أسبوع سلامة الأدوية خلال الأيام الماضية، فلماذا ينظم هذا الأسبوع سنويا على المستوى الوطني، وماذا نعني بسلامة الأدوية؟ سؤال جميل. فمن الهدف الأساسي لحملة أسبوع سلامة الأدوية هو تثقيف المجتمع، وتثقيف المجتمع ما نعنيه هنا هو تثقيف المجتمع لاستخدام الأدوية بمسؤولية لضمان السلامة. ووزارة الصحة تسعى ليست لتوفير الأدوية بل تسعى لضمان سلامتها. وهنا تأتي مفهوم سلامة الأدوية. ما نعنيه بمفهوم سلامة الأدوية هو الاستخدام الآمن الذي يكون للمريض بفائدة وبأقل قدر من المخاطر. فلكي أعطيك مثال، لو أخذنا المضادات الحيوية، فالمضادات الحيوية نستخدمها لو مرضنا لو عندنا مرض يشفى فقط بالمضادات الحيوية. فمثلا النزلة البردية لا تحتاج إلى مضادات حيوية، لأن النزلة البردية هي مرض فيروسي لا يحتاج إليها. ولو أخذ شخص هذا الدواء لن يحتاج إليه، حتكون عليه خطر مش حتكون فائدة. ده ما يكون تعريف بسلامة الأدوية. طيب أستاذ، بما أن الدواء من أهم أركان الحياة في المجتمع، ما هي الخطوات التي يجب أن يتبعها الشخص عند أخذ الأدوية أو عند بدء أي علاج؟ فالرسالة الأولى في حملة سلامة الأدوية هي معرفة المريض لأدويته. فالمعرفة تحتوي على، يمكن نقسمها إلى 3 مراحل. فالمرحلة اللي هي الأولى تكون معرفة المريض إلى الغاية من علاجه. فيجب على أي مريض أن يكون ليس متلقيا سلبيا، متلقيا شريكا في علاجه، وأن يعرف الأدوية التي يأخذها، المرض الذي حصل به، والجرعة والزمن والتردد، أي في أي وقت يجب أن يأخذه. فليس كل دواء لديه نفس الوقت أو نفس التردد، حتى ولو كان نفس الدواء. لكي أعطيك مثال، عندنا مضادات حيوية نسميها بالمترونيدازول. دي المترونيدازول عندما نعطيها لمرضى الأميبا تؤخذ تؤخذ في 3 أوقات، في الصباح، في الظهر، وفي المساء. ولو كان هناك أمراض أخرى تحتاج إلى المترونيدازول، مثل ما اسمه مثل الانفكشن للأسنان، التهابات للأسنان، تؤخذ في أوقات مرتين فقط، في الصباح وفي المساء. ده يجب أن يعرفه المريض. ولمعرفة هذا الشيء يجب أن يسأل الصيدلي أو أن يسأل الطبيب. دي النقطة الأولى. والنقطة الثانية هي الآثار الجانبية. الآثار الجانبية المحتملة. لأي دواء لديه آثار جانبية محتملة. هذا ما عرفناه بالسلامة، هي
الفائدة القصوى على الخطر التي كان يأتي من استخدام هذا الدواء. فمعرفة المريض للآثار الجانبية المحتملة يقلل من القلق الذي قد يحصل عليه المريض. ولو لم تكن هذه الآثار الجانبية من المحتملات ولم يخبره الصيدلي، فيجب أن يذهب إلى الصيدلي ويسأل هل هذه الآثار الجانبية لا يجب عليها أن تحصل، أو هل يجب علي أن أتوقف، أو هل يجب أن نغير الدواء إلى ما ذلك. والنقطة الثالثة هي الالتزام بالتعليمات. كما قلت سابقا، يجب على أي مريض أن يسأل الصيدلي لماذا أستخدم، ما هو المرض، في أي وقت يجب أن أخذه، هذه إلى ما ذلك يجب أن أسأله. فعلى المريض يجب أن يلتزم بالتعليمات التي يعطيها الصيدلي، وليس تعليمات الصيدلي فقط، بل التعليمات التي قد تأتي على ملصقات الأدوية، فيجب أن نقرأها بالتزام. وإذا لزم الأمر، لو كان لديك مرض مزمن، يجب أن تغطيها في مكان آمن، الملصقات التعليمية. فهذه النقطة الأولى، يجب أن يعرف المريض أدويته. هذه التعليمات خلال الوصفات الطبية. نعم. لكن هناك ظواهر تنتشر بسرعة، وهي التداوي الذاتي. فيقوم الشخص بشراء الأدوية من الصيدلية مباشرة ويستخدمها بدون أي وصفة طبية. نعم. ما هي المخاطر التي تسببها مثل هذه الظواهر؟ نعم، هذه مسألة خطيرة ولديها عواقب، قد تكون لديها عواقب وخيمة. فغالبا ما نقول أن التداوي الذاتي هو مقامرة على صحتك. وهذا لسببين. السبب الأول هو أي مريض، كما قلت سابقا، لو أخذنا مثال الميترونيدازول، الميترونيدازول هو دواء واحد، لكن لأمراض عديدة تستخدم في مختلف الترددات أو الأوقات. فأي مريض لا يمكن أن يعرف الوقت والجرعة، خاصة الجرعة يمكن أن يخفضها ولن تكون فعالة، أو تكون في أقصى الجرعات وتأتي بالتسمم، وخاصة في الأطفال. فهذه المسألة الأولى. ولكي تأخذ الجرعة المناسبة والدواء المناسب تحتاج إلى تشخيص، والتشخيص ليس بأمر عادي، يحتاج إلى أعوام كثيرة لكي تكون متمرسا في التشخيص. فالأطباء يحتاجون 6 أعوام لكي يعرفوا كيف تشخص المرض. وكل الأمراض، يعني معظم الأمراض أعراضها متشابهة. فمثلا الصداع هو أعراض تكون أعراض لديها مئات التشخيصات، قد تكون خفيفة مثل صداع خفيف، أو لا سمح الله تكون سرطان المخ. فالتشخيص أمر غاية الأهمية، فلا يمكن على أي مريض أن يشخص نفسه. فلكي تشخص لا تحتاج فقط إلى معرفة الأعراض، بل تحتاج إلى عمليات مخبرية. فتلك العمليات المخبرية والفحص والتاريخ من المريض، كل هذه مجتمعة تأتي بالتشخيص، ويجب أن تكون متمرسا أو تكون طبيبا لكي تشخص. لهذا السبب
لا داعي للتداوي الذاتي. نعم، لا داعي للتداوي الذاتي. ما هو الفرق ما بين أنه نحن نعلم أن الصيدلاني مثلا كخبير في الأدوية، فهل للشخص أن يتبع التعليمات التي توجد هناك في الأدوية أو يتبع تعليمات الصيدلاني؟ ما هو الفرق بين الوصفة الطبية ووصفة الصيدلاني الذي نشتري منها الدواء؟ حسن، في وزارة الصحة عندنا ليست للأدوية. دي الأدوية هي منقسمة على حسب السلامة حقها. فالأدوية الأكثر سلامة التي ليس لديها مخاطر كبيرة يمكن تؤخذ بمستشارة الصيدلي، مثل الباراستامول لو أخذنا مثال للصداع، أو هناك ما اسمه مسكنات الألم. لكن دي الأدوية يجب ألا تؤخذ بنفسك، يجب أن تستشير الصيدلي. فلو شعرت بصداع فسوف يسأل الصيدلي كم من الوقت مر من هذا الصداع، أو لو كان أعراض أخرى سيسألك. بعدها سيخبرك لو كان يجب أن تأخذها أو لا يجب. والوصفات الطبية هي والأدوية التي تحتاج إلى وصفات طبية هي الأدوية التي لديها مخاطر أكثر من الفائدة، وتحتاج إلى تشخيص لضمان سلامتها. ده الفرق بين الوصفات الطبية والتي نأخذها من الصيدلي. لكن هذا يعني أنه عادي هناك أدوية تؤخذ من يمكن تؤخذ من الصيدلية، لكن تحتاج إلى استشارة. نعم. طيب أستاذ صالح، لننتقل إلى المنزل. حسنا. أيوة، كيف يتم تخزين الأدوية؟ كيف يجب أن نخزنها في المنزل حين أخذها للعلاج؟ جميل. فهناك بحوثات أجريت هنا، وهذه البحوثات تشير على أن المضادات الحيوية، خاصة المضادات الحيوية والأدوية الأخرى، لا تخزن بطريقة آمنة. هناك سوء تخزين في منازل، وهذا ليس مقالي، لكن من مقال البحث الذي أجري. فالتخزين يجب أن يكون ينطوي على مسألتين. فالمسألة الأولى في تخزين الأدوية هي السلامة. فلكي نضمن السلامة يجب أن نحفظها بعيدا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة. دي المسألة الأولى. والمسألة الثانية هي ضمان حفظ الأدوية لفاعليتها. نعم. فلضمان هذا الشيء يجب حفظ معظم الأدوية في مكان جاف وبارد، بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة. فلو قلنا لماذا؟ لأن الأدوية هي مواد كيميائية، فلو تعرضت إلى أشعة الشمس مباشرة أو حرارة مرتفعة ستفكك، وهذه نعم تفقد الفاعلية. ويمكن أيضا الجزيئات المتفككة عند الحرارة المرتفعة قد تؤدي إلى مخاطر صحية، نعم، إلى ضرر صحي. نعم. فلضمان هذا الشيء يجب أن نحفظها في مكان بارد وجاف. لكي أعطيك مثال، فالدراسة التي أجريت جاءت بنتيجة أن معظم الناس يحفظوا أدويتهم في المطبخ، وهذا سوء تخزين، لأن المطبخ غالبا ما يكون حرارته عالية مرتفعة والرطوبة مرتفعة، وهناك أيضا تخزين في الباثروم، في الحمامات، وهذا نفس الشيء مع المطبخ.
وهناك أيضا تخزين في السيارات، فالسيارات ليست آمنة. أولا السلامة، وثانيا الحرارة قد تكون مرتفعة. فهذه الأشياء يجب أن يتجنبها المجتمع. فليس كل دواء لديه نفس التخزين، فهناك أدوية تحتاج إلى تخزين خاص. لكي أعطيك مثال، الإنسولين يحتاج إلى تبريد، يجب أن يحفظ في الثلاجات قبل أن يفتح. ولو فتح يمكن أن تضعه في مكان جاف حرارته ما دون 25 درجة مئوية، لكن هذا التخزين يجب أن يكون فقط إلى 14 يوم أو إلى 28 أيام. لكن لحفظ التخزين الخاص يجب أن نقرأ الملصق، ويجب أن نلتزم بتعليمات الصيدلي أو نسأله كيف يجب أن تخزن هذه الأدوية. ماذا عن مدة تخزين الدواء عامة؟ مدة تخزين الأدوية يختلف على حسب نوع الدواء. فلو أخذنا مثال ما اسمه السيراب، المشروبات، نعم المشروبات لو فتحت فيجب حفظها فقط إلى 7 أيام. ولو كان هناك تعليمات تشير إلى أنك يمكنك حفظها إلى 14 يوم فهذا يمكن، لكن أقصى المدة لحفظ المشروبات هو 14 يوم. وحفظ ما اسمه الحبوب حتى لأنها معظم الأيام مغلقة، يمكن أن تنتظر مدتها حتى انتهاء صلاحيتها. وهناك أدوية نستخدمها للعين أو للأذن. تلك الأدوية معظمها يمكن أن بعد فتحها يمكن أن نستخدمها لمدة 20 إلى ما يتراوح إلى 28 أيام، لكن ما دون ذلك يجب أن يتخلص منها المريض حتى ولو لم تنتهي صلاحيتها. هذا يعني أن التخزين مهم أكثر من انتهاء الصلاحية. نعم. طيب أستاذ، ماذا عن انتهاء الصلاحية؟ ماذا نفعل بالأدوية التي انتهت صلاحيتها؟ فبدأ برنامج إعادة التخلص من الأدوية أو برنامج إعادة الأدوية إلى الصيدلي منذ 2 سنين في 2023. فهذا برنامج إعادة الأدوية إلى الصيدلي هو ما يجب عليه على أي مريض أن يفعل به. فلو انتهت صلاحية الأدوية يجب على أي مريض أن يأتي إلى الصيدلي ويعيدها. نعم، يعيدها. نعم. لماذا؟ هل هناك تدوير للدواء مثلا؟ لا، المسألة ليست بتدوير الدواء، فالمسألة تخص بالتلوث التلوث البيئي قد ينتج به من تخلص الأدوية مع الزبالات المنزلية أو التخلص بها في المرحاض. فلو تخلصنا فيها مع الزبالات المنزلية أو في المرحاض، فهذا ستنتهي بها المطاف إلى مياه الشرب، وهذا سيؤثر سلبيا نعم بالبيئة وبالصحة العامة على العموم. نعم. طيب أستاذ، ما هو دور المواطن مثلا في الإبلاغ عن التفاعلات الدوائية أو في تحسين سلامة الدواء؟ ده أمر أساسي لضمان صحة المريض الذي يبلغ عنه، ولسلامة عامة المجتمع، الصحة العامة. فالإبلاغ على أي آثار جانبية هي مهمة. فهذه الإبلاغات هي تؤخذ على بيانات وتحلل
هناك إدارة مخصصة لها في وزارة الصحة تعالج هذه البيانات، الآثار الجانبية التي أبلغ عنها، ويؤخذ الديسيشن. تجرون الدراسات عليها؟ نجري الدراسات على البيانات، ولو كان هناك آثار جانبية غير محتملة والخطر عالي قد تسحب من السوق، أو قد يخفض الجرعة، أو قد نأتي بأدوية قد تكون فاعليتها أكثر فاعلية بخطر ما دون المستوى. أيوة، وتجنب الأخطار. نعم. هناك قلق شديد بالذات عند الفتيات والنساء من المستحضرات التجميلية، وهذه المستحضرات التجميلية تباع في الصيدليات أحيانا. ما هي الجوانب التي تؤثر في هذه المستحضرات الطبية التجميلية؟ نعم. فهذه مسألة خاصة لا تنطوي. في المستحضرات التجميلية ليست بدواء، فهناك مستحضرات تجميلية لديها أدوية، وهذا الخطر الذي تؤثر سلبيا على صحة المجتمع. فأي مستحضرات تجميلية يجب أن نتجنبها لو هناك فرصة لتجنبها. لكن المستحضرات التجميلية التي تحتوي على أدوية مثل الكورتيزون، فمعظم الفتيات يأخذن مستحضرات التجميل لتبييض الوجه. فهذه المستحضرات التجميلية التي تحتوي على المواد الدوائية مثل الكورتيزون لديها أعراض جانبية خطيرة. لكي أعطيك مثال، عند استخدام البيتاميثاسون كمستحضرات تجميل، الآثار الجانبية التي يسببها البيتاميثاسون قد تأتي باضطرابات هرمونية، وقد تأتي في تأثيرات في تكاثر وإلى ما ذلك. فعلى أي شخص يجب أن يتجنب مستحضرات التجميل. لماذا برأيك تباع في الصيدليات لو أن لها آثار جانبية سلبية؟ هذه مسألة مهمة، لأن وزارة الصحة لا تبيع أو ليس لديها توجيهات. نعم، ليس لديها توجيهات. لديها توجيهات على أن الصيادلة لا يجب عليهم أن يبيعوا مستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد دوائية، أو مثل ما قلت البيتاميثاسون. بمناسبة إلا من خلال الوصفات الطبية. نعم، إلا من خلال الوصفات الصحية. فعلى أقل قدر يجب أن نتجنبها شخصيا. نعم. طيب أستاذ صالح إدريس نور، شكرا لك على هذه التوجيهات التي قدمتها لنا بمناسبة أسبوع سلامة الأدوية الذي نظم خلال الأيام القليلة الماضية. نشكرك خالص الشكر، وإن شاء الله نلتقي بك في مقابلات إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة حوارات التي قدمناها بمناسبة أسبوع سلامة الدواء. كان معنا الأستاذ صالح إدريس نور، ممثل الهيئة العامة لرقابة الأدوية، وأيضا أخصائي فحص الأدوية من وزارة الصحة. نشكره على هذا اللقاء الجميل، وإلى جديد اللقاء بكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة. نتمنى لكم كل الصحة والسلامة إن شاء الله، وإلى اللقاء.